ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هندخل في الفيديو على طول كده. ده سر الكوارع بقى الدايبه دوب، هوريها لكم النهارده في الفيديو بالتفصيل الممل. رحت عند حماتي ربنا يبارك لها، فلقيتها الصراحه جايبه لي عكاوي كان نفسي فيها جدا جدا جدا، ربنا يبارك لها يعني في عمرها. فقلت بقى وسعي بقى يا حماتي، انا اللي اخش اعملها كده بطريقه عشان اصورها لحبايب قلبي وما استخسرش فيهم الوصفه. طبعا زي ما انتم شايفين هي تحفه، وهي طبيعتها بتبقى كده ملمسه بالدهن، يعني بتبقى حلوه جدا وبتبقى دايبه دوب بقى. سلام بقى لو عملتيها في طاجن طبق ورق عنب، او عملتي جنبها رز بالشعريه، او عملتي جنبها طبق فته، بتبقى بصراحه حلوه جدا. انا النهارده هعملها بطريقه حلوه قوي، هعملها طاجن بالبطاطس كده ونعمل جنبها رز عادي. تمام. حطيت حته زبده عاديه جدا زي ما انتم شايفين. معلش بقى لو الكاميرا بتتهز شويه لان انا ماسكه التليفون حرفيا بايدي، لان ما جبتش طبعا الستاند بتاعي عند حماتي وكده. زي ما انتم شايفين كده اهوت، بحطها بقى في الزبده كده عشان اشوحها شويه قبل ما انزل عليها كده بشويه بصل محترمين. وبعدين افضل بقى اشوح فيهم مع بعض كده بالبصل بقى بالعكاوي كله. بجد يعني ريحه مش هقول لكم عامله ازاي مع الزبده مع التشويح، بتبقى ريحتها حلوه جدا جدا جدا. شوحتها شويه الاول مع الزبده، وبعد كده بقى دي التوابل الجميله بتاعتنا بقى، التوابل بقى الصحيحه بتاعت التوابل، ورق لوري، حبهان، فلفل اسمر، روزماري. الحاجات دي كلها بتديها طبعا نكهه حلوه جدا. وبرده هشوحها الاول مع التوابل، وبعد كده بقى ايه مقطعه شويه البصل المحترمين اللي قلت لكم عليها هنزلها عليهم. طب ليه مهجر البصل ده؟ لان اوريدي البصل هيستوي ده معاها، وهنزل بيهم على الطاجن ببصل برضو ني تاني جديد، بحيث برضو ان انا اكتر فيها هتبقى طاجن بصل كده حلو وكبير، وبيبقى طعمه الصراحه خرافه. جربوه والله العظيم بطريقه ام هاجر، هيعجبكم جدا جدا جدا. بصوا فضلت اشوح فيه لحد بص ما حتى ان البصله ذات نفسها دبلت خلاص. البصله دبلت. هنزل بقى دلوقتي بيها على الميه. حابه بقى ميه مغليه براحتك، حابه ميه بارده من الحنفيه عادي جدا. افتكاسات موضوع ان انت الميه دي مش عارفه بتقلل السوا ومش عارفه، لا عادي جدا. انا زودتها ميه اهوت زي ما انتم شايفين، وهسيبها بقى دلوقتي اغطيها واسيبها تستوي خالص. هسيبها كده تبقى تاخد سوا كامله يعني عجميه زي ما بيقولوا، عشان لما احطها في الطاجن يا دوب بس الطاجن البطاطس اللي فيه هي اللي تستوي مع البصل وبس كده. انا مش عايزه طبعا العجاوه تستوي والبصل، عشان انا عايزاها تبقى دايبه دوب زي ما انتم شايفين كده. بصوا بغرس فيها المعلقه، بصوا بتخش ازاي في ثانيه. خلاص كده بقى هي خدت سواها الكامل. هاخدهم بقى احطها كده في صينيه جميله زي اللي انتوا شايفينها دي، مقطعه فيها شويه بصل كده محترمين. واحط عليه بقى شويه فلفل اسمر، على قالب ماجي بقى برضو عشان تنكه الطعم. وهحط معاها بطاطس كمان عشان البطاطس يعني تبقى تاخد من النكهه دي، بتبقى حلوه جدا 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 جدا. تمام زي ما انتوا شايفين. هحط بقى شويه فلفل اسمر وشويه قالب ماجي كده جميل. مش حابه تحطي القالب ماجي، هي اساسا الشوربه بتاعتها دسمه، لان انا ما حطيتش ماجي طبعا في الشوربه خالص خالص، فانا بنكهها شويه. حابه تحطي حبه، مش حابه خلاص براحتك خالص. هقلب بقى البصله دي برضو كده مع بعض كده، ايه اديها تتبيله الاول قبل ما انزل عليها بكل حاجه. دبلتها زي ما انتوا شايفين. هحط بقى عليها شويه بطاطس جمال كده عشان يتعاملوا مع الطاجن، وبرضو اقلبهم كده مع بعض. وبعد كده بقى انزل بكل العكاوي بتاعتي على البصل والبطاطس الجميله ديت، واخليهم ياخدوا بس غلوه على النار، وانزلهم على طول في الفرن ياخدوا تشميعه بقى، وياخدوا كده ينزلوا مع بعض. بجد بتبقى خطيره، بتبقى حلوه جدا جدا جدا. وانا اسفه لو التصوير مش واضح قوي او مقرب قوي، بس انا زي ما قلت لكم ماسكه التليفون في ايدي، وانا عند حماتي في اليوم دوت مش بكون واخده راحتي قوي يعني، بس انا حبيت ان انا ما بخلش عليكم بالوصفه الجميله دي. نزلت بقى بالعكاوي الجميله بتاعتنا مع البصل والبطاطس، واحط عليها الشوربه بتاعتها الجميله الدسمه، واسيبهم يغلوا غلوه بس على النار. وبعد كده ايه هنزل بيهم في الفرن. حابه تقطعي طماطميه زي ما انا قطعت برضو، بتدي نكهه حلوه جدا وبتبقى خطيره وجميله جدا. مش حابه خلاص تنزلي عنهم براحتك خالص. هنزل بقى بالشوربه الجميله بتاعتنا. لو وصلتي لحد هنا بقى ما تنسيش تحطي لايك حلو منك وكومنت تشجعيني بيه، وتقولي لي تسلم ايدك يا ام هاجر، عشان لا تتخيلوا والله بتعب في الفيديوهات ازاي. فانتوا دعمكم هو اللي بيشجعني، فما تنسيش زي ما قلت لك تحطي لي لايك حلو منك وكومنت تشجعيني بيه وكلمه طيبه منك. هنزل بيهم بقى في الفرن واوريكم الشكل النهائي عامل بيهم ازاي.
ازاي. بصوا الجمال. انا سبتهم في الفرن لحد ما نزوا زي ما انتوا شايفين بالشكل التحفه ده. بجد الشكل تحفه وجميل. وعملت جنبها رز عادي جدا وكلنا واتبسطنا. بقول لكم بقى ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم الجميل اللي بيشجعني، ويا ريت لو كومنت حلو وتشجعوني بيه عشان اكمل معاكم الوصفات الحلوه ديت. وجربوا طاجن العكاوي بطريقه ام هاجر، بجد هيعجبك جدا جدا جدا. وما تنسيش اللايك وصلي على النبي في الكومنتات.